هل الخليجي يحتاج أدوية الكوليسترول أو ينتشر مقطع بشكل كبير وصلني من وايد ناس أن الخليجي إذا عنده الكوليسترول الوراثي ال LDL عالي ما يحتاج دواء الكوليسترول المعروف باسم الستاتنز. وصار كلام كثير ولغط حول هذا الموضوع. ارتفاع الكوليسترول الضار سبب رئيسي للجلطات القلبية والدماغية. الحين أول شيء المعلومة الطبية لازم ناخذها من طبيب معالج. شو يعني طبيب معالج؟ يعني طبيب يشوف مرضى. الطبيب المختص بالوراثة، بالجزيئات، بالمختبرات، بالصحة العامة، بالناس اللي ما تمارس مهنة الطب، هذيلا على العين والراس، لكن ما نقدر ناخذ منهم معلومة إكلينيكية، يعني معلومة علاجية. يعطونا معلومات نظرية. المعلومات النظرية نعم، كوليسترول قد يكون وراثي، وفحص جزيئات منخفضة الكثافة لل LDL قد يكون أدق. هاي المعلومة النظرية مثل ما تفضل الأخ في الفيديو. لكن المعلومة العملية أن أغلب الأشخاص اللي يكونون عندهم جزيئات منخفضة الكثافة عالية يكون عندهم ال LDL عالي. وعلاج الكوليسترول لا يتم فقط عن طريق فحص الدم. يعني لازم نفهم شيء وايد مهم. ليش نحن نعالج كوليسترول؟ الكوليسترول لا يسبب اعراض. يعني احنا نقول والله الشخص عنده ضيق نفس، الام في القلب. لا، هاي ليست كوليسترول. الكوليسترول هو معدل خطر، معدل ريسك. يعني الكوليسترول مع باقي العوامل يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك نحن ما نعالج بناء على فحص كوليسترول فقط. نحن نشوف الطول والوزن وضغط الدم والتاريخ العائلي والسكر وأمور كثيرة ما يسمى بمعدل الخطر، فرمنغهام، كيورسك 3، أمور كثيرة جدا. على أساس نقول لك اسمع، لو في 100 نفر مثلك 10 منهم بتيلهم جلطة خلال 10 سنين، هل أنت بتاخذ هذا الريسك؟ شيء طبيعي ما راح تاخذ هذا الريسك، وراح تاخذ دواء الكوليسترول. الحين حتى تشات جي بي تي متفق معي. تشات جي بي تي روح يقول ان علاج الكوليسترول بناء على معدل الخطر وفحص جزيئات منخفضة الكثافة ليس بهذه الأهمية للكوليسترول. نحن لازم ناخذ كثير من الأمور. فحص البروتين الدهني الأبو A الأبو B، السي تي كالسيوم سكور اذا في كالسيفيكيشن او نوع من التكلسات في شرايين القلب. يعني هناك امور كثيره تحدد معدل الخطر. لكن فحص الخليجي، طبعا ليس فقط الخليجي عشان ما نكون عنصريين، على فكره ارتفاع الكوليسترول الوراثي موجود عند الخليجي، موجود عند المصري، موجود عند الاردني، موجود عند السوري، موجود عند اللبناني، موجود عند العراقي. فهي منتشره عند الكثير. عدم علاجهم يعرضك الى ريسك. الحين ادويه الكوليسترول نعم لها بعض الاثار الجانبيه عند البعض وليس عند الكل، مثل مشاكل الام العضلات، الذاكره وغيرها. ما تصير عند الكل. اذا صارت في ادويه بديله. في الحين الابر تنعطى كل اسبوعين، كل شهر، في ابر كل 6 شهور. المهم في ادويه بديله. فليوقف دول الكوليسترول وخليجي بناء على هذا الفيديو يتحمل هذا الدكتور خطر الريسك او الخطر اللي قاعد يعرضه لهذا المريض.